ليه الحماس مش هيخليكي تكملي، دي أساسية من سلسلة قبل السلامة. طب المشكلة مش إنك مش ملتزمة، المشكلة إنك مستنية الحماس. الحماس بيخليكي تبدأي بس مش هينفع تكملي بيه. حماس شعور حلو بيجي كدفعة تحفيز عالية كده، بس مش دايم، يومين ويختفي. عشان كده بنقف مش لأننا مش قادرين، لأننا مستنيين الإحساس يكمل معانا. اللي بيكمل بجد مش مستني إحساس، هو واخد قراره إنه يعمل الحاجة حتى لو مش حابب اليوم، حتى لو مزاجه مش أحسن حاجة. الفرق الحقيقي إنك تبقى عارفة بالظبط هتعملي إيه وإزاي وفي قد إيه، وتلزمي نفسك بيه. الناس الملتزمة مش اتولدوا كده، هما تعبوا ووقعوا ووقفوا وبعدين اتعلموا مهارة واحدة بس، إنهم يكملوا من غير ما يسألوا نفسهم أنا حاسة بيه. عشان كده عاوزاكي تختاري حاجة واحدة صغيرة تقدري تعمليها كل يوم، حتى لو 10 دقايق. حددي وقتها واعمليها، وبحاسبي نفسك على إنك عملتيها مش على النتيجة. الحماس بيديكي دفعة البداية، لكن الالتزام والاستمرارية هما اللي هيوصلوكي لهدف. اعملي فولو عشان نكمل باقي السلسلة، ولو ما شفتيش الفيديوهات اللي فاتت ارجعي ليها.